السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله عاملين فطار صحي جميل جدا، حاجة كده مشبعة، خفيفة على المعدة وفي نفس الوقت تنفع مرضى السكر واللي بيعمل دايت والكيتو وكل الحاجات الحلوة اللي انتوا بتحبوها دي. ان شاء الله باذن الله هنعمل النهارده فطيره من غير اي نوع من انواع الدقيق، وكلها مكونات عندك في البيت. هتفتحي كده التلاجة تطلعي الحاجه وتعملي ورايا باذن الله. هنبدا ونقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ونقول اول حاجه معانا بيضه درجه حراره الغرفه، يعني طالعه مثلا من التلاجة حوالي 10 دقايق تهدى بس. وعليها هنحط رشة ملح، رشة فلفل اسود، وهنضربها كويس قوي. معايا ايه بقى المكون السحري الجميل جدا المميز اللي هيدي بقى ريحة الخبز كده؟ معايا معلقتين كبار من طحينة السمسم الخام. اهم حاجة يا جماعة تكون طحينة سمسم خام، وهقول لكم دلوقتي المميزات بتاعتها بإذن الله. حطينا عليها نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هيضرب كويس جدا. انا طبعا مسرعه الفيديو بس انا ضربته كويس قوي علشان خاطر البيضه تمتزج مع الطحينه. ودلوقتي برضه اول ما احط الجبنه هضرب كويس جدا لحد ما كل الجبنه تدوب مني خالص، يعني تبقى زي ما انتم شايفين كده خليط ناعم جميل. هحط عليهم دلوقتي تقريبا معلقتين كبار من المية الدافية، مش اكتر ولا اقل، هخففهم بس. هي بتبقى عجينتهم اتقل سنة من عجينة الكريب، يعني ولا طبعا عجينة الكيك التقيلة، اتقل سنة من عجينة الكريب. وهساوي بس الاطراف، ومعايا طاسة على النار فيها رشة بسيطة من الزيت. هنزل فيها الخليط بتاعي. النار بتاعتي متوسطة، النار متوسطة. بصوا حاجة سريعة جدا عايزة اقول لكم، انا عملتها النهاردة على الفطار قبل ما نفطر، يعني حاجة في منتهى اللذاذة. الطاسة بتاعتي مقاس 20، وطبعا كل الحاجات دي سعراتها قليلة جدا. هقول لكم طبعا دلوقتي المميزات بتاعت الطحينة اللي هي فيها سمسم. طبعا السمسم مغذي جدا ومفيد، ومفيد جدا للمفاصل، وبيدعم العظام. دي طبعا وصفة تانية اللي ظهرت معاكم ان شاء الله، وصفة صحية كان برضو خبز جميل ومشبع جدا جدا. هنزل لكم باذن الله الوصفة بتاعته في اول تعليق مثبت. انا هرش بس رشة من حبة البركة ورشة من السمسم على وش الفطيرة، وهسيبها تقريبا مدة دقيقتين، مش هغطيها ولا اي حاجة خالص. بعد الدقيقتين هسلك الاطراف كده بمعلقة صغيرة، يعني بص يا دوبك بس حاجة بسيطة، وهي اصلا الطاسة منها ما بتلزقش فتبقى تمام. بصوا ما شاء الله ماسكة نفسها ازاي، خدت لون قمر قمر من تحت جميل جدا. وهديها برضو الوش التاني حوالي دقيقة ونص، يعني كل موضوع مثلا من 3 دقايق ل4 دقايق، مش اكتر ولا اقل. وخدت اللون القمر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هتقدميها بقى زي ما تحبي. هي اول حاجة طرية جدا، وكلها حاجات جميلة ومغذية، فيها الياف وحاجات كويسة جدا. اي حد ما بيحبش الدقيق، اي حد عنده مشاكل مع الدقيق الابيض، طبعا الحاجات دي بتبقى احسن من الدقيق الابيض بكتير. وهو ولا اي نوع دقيق بقى تاني، ولا شوفان ولا دقيق ذرة ولا اي حاجه، حاجات هي بيضايه ومعلقه الجبنه. حتى ما حطيتش جبنه قريش علشان برضو ناس كتير بتقولي لا الجبنه القريش مثلا ما بتبقاش متوفره، في ناس ما بتحبهاش، فحطيت لكم جبنه عاديه. بس اهم حاجه تكون جبنه ملح خفيف علشان ما تخليش الخبز بتاعنا او الفطيره بتاعتنا حادقه، تبقى جبنه ملح خفيف. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله تحفه. عايزه اقول لكم هقطعها على 4 قطع. انا اكلت القطعه منها اللي هتشوفوها دلوقتي، عملتها ساندوتش على الفطار. الحمد لله انا حسيت ان انا تمام جدا، شبعت وزي الفل. جميله جدا وخفيفه جدا. اي حد عنده حساسيه من الدقيق، اي حد ما بيحبش مكونات كتير، دي بالنسبه له هتبقى اخف حاجه ممكن يعملها على الفطار. لذيذه جدا وسريعه، يعني هي ما خدتش مننا 4 دقايق كده، ودقيقتين مثلا في العمايل كلها مثلا 5 6 دقايق. طلعت معاكي فطيره زي القمر بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وهنفتحها كمان دلوقتي مع بعض. عايزه اقول لكم برضو ان السمسم بيقلل الكوليسترول، ودي حاجه كويسه جدا. وعايزه اقول لكم الطحينه عملت ريحه جميله كانها مخبوزات، يعني انتي بتاكلي حاجه كانها فيها خميره ومخبوزات وحاجات كده جميله. وطبعا هي بتنتفخ سنه وبتفرغ من جوه علشان احنا حاطين لها نص معلقه البيكنج باودر ومعاها البيضه، فبتنتفخ. هنعملها بس سندوتش كده بسيط، حته جبنه مع شريحه طماطم مع شريحه خيار، خلاص بقت حاجه زي الفل. عايزه اقول لكم حتى بصوا هفتحها بايديا، يعني هي من كتر ما هي هشه من جوه وفاضيه. بصوا زي ما انتم شايفين، انا يعني اول واحده فتحتها معاكم بالسكينه عشان اعملها ساندوتش، تاني واحده فتحتها بصوا بايديا. بصوا هوريكم دلوقتي التفريغات اللي من جواها ما شاء الله. بصوا جميله، ولا فيها عجين من جوه ولا فيها اي حاجه خالص. ان شاء الله تابعوني عشان يوصلكم مني كل جديد. وديت ان شاء الله الوصفه كامله اللي خدها السكرين شوت.